عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي في الله. النهارده بقى يا حبايب قلبي، طبعا احنا قاعدين كده، لقيت جوزي بيقول لي انا جعان. قلت له طب عايز تاكل ايه؟ قال لي عندك لحمه مفرومه. قلت له طب انا اقوم اخترع لك كده حاجه وان شاء الله تعجبك. فقلت لازم اوريها لكم عشان تجربوها انتوا كمان زيي. انا جربتها قبل كده وكانت طعمها تحفه. يلا نشوف هنعمل ايه. ادي جبت لحمه مفرومه وقطعت عليها بصلتين وجبت رغيفين عيش، وهنعمل احلى حواوشي بالبسطرمه. يلا نشوف هنعمل ايه. المقادير بتاعتنا هي يا حبايبي، انا طبعا ديت اللحمه المفرومه حطيت عليها بصلتين، حطيت الملح والفلفل وبهارات لحمه. يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. وقرن فلفل صغير ده اختياري. ماشي يا حبايب قلبي. جبت صينيه هي دهنتها زيت خفيف، جبت العيش وفتحته اهو انصاص، وهوريكم هنعمل ايه اهو يا حبايب قلبي. العيش اهو قدامكم واللحمه شايفين اهو كده اهو. ماشي يا حبايب قلبي اهو. ما تغلبيش، طلعي اي حاجه عندك واعمليها، يعني هتقولي لا اهو. شايفين؟ وهنحط بقى البسطرمه بتاعتنا الجميله. ماشي يا حبايبي اهي اهي. شايفين الجمال؟ ماشي. هنعمل واحد تاني كده اوريهولكم. جبت النص التاني اهو يا حبايب قلبي اهو. ماشي. وهنفرد اللحمه بتاعتنا الجميله اهي. ماشي. وهننزل بالبسطرمه تاني. هي عشان انا مطلعاها من الفريزر فهي نازله بقى ايه حتت صغيره، معلش. ماشي اهي اهي. هخلص بقى الرغيف التاني وهوريكم بعد ما تستوي يا حبايب قلبي. خليكم معايا كده اهو يا حبايب قلبي. خلصت العيش بالبسطرمه باللحمه. هنجيب بقى نقطه زيت صغنونه خالص او نقطه سمنه وتمشيها على الوش بتاع العيش. ماشي يا حبايب قلبي. وعايزه تحطي عليها معلقه كاتشب او معلقه صلصه، تدي طعم وريحه شكل قصدي فظيع. ماشي. يلا هنشوف مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بمعلقه كده اهو، مش كتير عشان ما يبقاش ايه مدهنين قوي. هنمشيها كده ماشي اهو، لان انا حاطه لها حته ليا صغيره اهي. بس كده هتخش بقى الفرن يا حبايب قلبي. اما تطلع هوريها لكم، خليكم معايا. حبايب قلبي الاكل بتاعنا الجميل، ادي الحواوشي بالبسطرمه الجميله، وطبعا زينتها بقى بالكاتشب والمايونيز. وفتحت عندي هنا كيس شيبسي وحطيت برده كاتشب ومايونيز اهيت. الاكله ديت جميله وسهله، يا رب تعجبكم. جربوها، انا مجرباها قبل كده وطلعت جميله، فقلت طبعا اعملها تاني واقولها لكم. ان شاء الله تعجبكم يا حبايب قلبي. وبالله عليكم افتح لكم الاضاءه وبالله عليكم ما تنسوا اللايك والشير وسبسكرايب يا حبايب قلبي، وما تنسوش تدعموني وما تنسوش تدعوا لي، وتكون بس جربوها وقولوا لي في التعليقات عجبتكم ولا لا. بصوا شكلها تفتح النفس اصلا، والدخان طالع منها فظيعه. وادي الشيبسي يا حبايب قلبي. طبعا اي حد عنده شيبسي، ما عندكيش شيبسي مش بتحبيه، اعملي بطاطس محمره، اي حاجه يعني سلكي نفسك بيها، لاني طبعا الوقت متاخر. فطبعا قلت لما اعمل له كده اي حاجه بسيطه وسهله. يا رب بس تكون الطريقه دي عجبتكم وسهله وبسيطه. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب يا حبايب قلبي. وما كنتش طولت عليكم الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.